السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة عالم إكرام. كنتمنى تكونوا على خير وبخير والصحة جيدة. اليوم غادي نقدم لكم لي طرونش بالحامض، كيجيو رائعين ساهلين واقتصاديين. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وعلى طريقة التحضير. كنضيفوا جوج ديال البيضات، معاهم 50 غرام ديال السكر، وكنطربوا الخليط مزيان حتى كيرتفع لنا الحجم ديال البيض وكيرجع اللون ديالو قريب اللون الابيض. كنبقاو نطربوه بهذا الشكل هذا على واحد السرعه متوسطه. كما كتشوفوا ها هو اللون ديال البيض بدا كيتبدل لنا. غادي نضيفوا واحد لافاني ونضيفوا قبصه ديال الملح، وغادي نعملوا واحد القشره محكوكه ديال التشين او البرتقال وقشره ديال الحامض. كتعطيها واحد النكهه رائعه، وفي نفس الوقت كتحيد لنا ديك الزفوره ديال البيض. وكنضيفوا تقريبا نص كاس ديال الزيت نباتيه. كنبقاو نضيفوها بالتدريج بهذا الشكل هذا حتى كنساليو الكميه ديال الزيت اللي عندنا. غادي نستعمل كاس اللارب ديال العصير ديال البرتقال، وضفت له القليل من الحامض باش كيعطينا ديك الميلونج ديال ديك المذاقات. كيجي الصراحه رائع صافي. وكنبقاو نضيفوه بشويه بشويه حتى كنساليو المقدار اللي عندنا، وكندوزو باش كنضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق انا استعملت 150 غرام، كاس ونص ديال العنبه ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات. كنبقاو نضيفو بالتدريج حتى كنساليو ديك الكميه اللي عندنا بهذا الشكل، وكنحاولوا نطربوا. يعني الطراب كان نريقلوه على واحد الرقم اللي هو منخفض باش ما يهبطناش البيض صافي. وكنضيفوا واحد الخميره من فئه 8 غرام، وكنبقاو نخلطوا بهاد لاسباتيل هكا باش ما كيتهرسناش الخليط ديالنا ديال البيض صافي. هذا هو القوام ديال العجين ديالنا. دابا غادي ندوزو باش نعملوها في واحد المول. انا استعملتها في هاد اللاطه صغيره، دهنتها بالزبده ورشيت عليها قليل من الدقيق صافي. كنفرغوا الخليط ديالنا بهذا الشكل. كنحاولوا اننا نساويو هذا الخليط بهذا الشكل هذا وصافي. كنحاولوا نضربوها على سطح العمل واحد جوج ديال الضربات باش ما كيرتفعناش العجين وكيخرج له هذاك الهواء اللي فيه صافي. وكندخلوها الفران. من بعد ما دخلتها الفران مسخن على 180 درجه الحراره من الفوق من تحت مده تقريبا ربع ساعه صافي. كنخرجوها نخليوها تبرد جانبا. في واحد الاناء وضعت الكريمه ديالي. بالنسبه للكريمه اللي استعملت هنا من فئه 100 مليلتر، كتكون بارده مزيان. كنطلعها بهذا الشكل هذا صافي حتى كتطلع لنا مزيان، وكندوزو باش نمونطيو لي طرونش ديالنا. كناخذ الكيك اللي عندي من بعد ما برد وكنقسمو النصفين بهذا الشكل هذا، وكندوزو قبل ما نمونطيوها كنسقيوها. انا سقيتها بالعصير ديال التشين مخلط مع الحامض صافي. كنسقيها بهذا الشكل هذا حتى كتشرب مزيان، وكندوزو باش كنمونطيوها بالكريمه ديالنا. كنحاولوا نمونطيو الكريمه ديالنا بشكل متساوي بهذا الشكل هذا باش تجينا بواحد العلو اللي يكون متساوي مع بعضياته. بالنسبه اللي عنده هذاك لو سيركل اللي كيحكم لنا الكيك والكريمه ممكن تستعملوه صافي. كنبقاو نوزعوا الكريمه بهذا الشكل كامل على الكيك، وكناخذوا النصف الثاني ديال الكيك وكنضيفوه على الكريمه اللي مونطيناها بهذا الشكل هذا وصافي. وكنكملوا المونطاج ديالنا ديال الكريمه.
من بعد ما مونطيت الكيك ديالي بالكريمه غادي ندخلها للمجمد مده ليله كامله باش كيشد راسو مزيان. صافي وكندوزو باش كنوجدو الكريمه ديال التشين اللي غادي نستعمل الفوق. غادي نحتاج واحد الكاس ديال التشين مخلط مع الحامض، كنضيف له واحد المعلقه كبيره ديال السكر، وبالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق، ممكن تضيفوا كتر. صافي وكنضيف واحد المعلقه صغيره ديال المايزينا، وكنبقاو نخلطو مزيان الخليط فوق النار حتى كيبدا يتقنى بهذا الشكل هذا. صافي وكنزولوه فوق النار. من بعد ما خرجت الكيك ديالي من المجمد غادي نضيف له مباشره هذاك الخليط ديال التشي اللي صايبت. صافي وكنبدا نوزعوه على وجه الكيك بهذا الشكل هذا. كنخليوها حتى كتشد راسها قليلا، كندوزو باش كنزولوا الحواف ديال الكيك بهذا الشكل هذا. من بعد كناخذوا هاد القوالب الخاصه بلي طرونش، وصافي كنبداو ناخذوا القياس بهم بهذا الشكل هذا باش كيجيونا في التقطيعه مقادين. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو رائعين سهلين في التحضير والمذاق رائع. كنتمنى ان الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك الفيديو وباشتراك القناه، تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، والى وصفه اخرى ان شاء الله.